السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. طبعا يا اخوان مثل ما شفتوا بالعنوان والصوره مصغره، اليوم راح لكم مشكله الدمج الوهمي، والمشكله كتير بتقابل لاعبين الشرق الاوسط باختصار ولاعبين اوروبا كذلك الامر. بس اغلب الناس اللي بواجهوا هاي المشكله اللي بكونوا عايشين بسوريا او بمصر، العراق، يعني بهالاراضي، يعني شرق اسيا مثل ما بقولوا. طيب يا اخوان، قبل ما نبلش بالحلول في شغله كتير ما في حدا بيعرفها ولازم تعرفوها، انه كل حركه بتسووها بالجيم، اي حركه لو اللاعب بتمشوه خطوه الامر بروح من الجوال للسيرفر اللي هو مثلا باوروبا او الشرق الاوسط، والسيرفر بعالج هالامر. ان كان مثلا ضربت على لاعب ودمجته بطلقه، الامر بروح للسيرفر اللي هو تركه ما مكانه بكون، وبرجع للعبه واللعبه بتفسرها. ولكالش تصير مثلا بينجك 100 او 200 مثلا، اللاعب قدم وبرجع بصير في دمج وهمي. ان شاء الله هلا راح اعطيكم الحلول تبع الدمج الوهمي. بس يا اخوان الحلول راح اعطيكم اياها تقريبا بتحلكم 80% او 90% تقريبا حسب، يعني ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. خليكم مع المقطع. عفوا استنوا، إذا ما اشتركت تنزل حط اشتراك ولايك، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مشاهدة أمر ممتع يا أخوان. صدقوني أقسم بالله آخر فيديو راح أعطيكم حل، راح أنهي مشكلة الدمج الوهمي تماما. بس الحل مكلف شوي صغيرة، بس الدمج الوهمي من عندي راح يختفي تماما. طيب يا حبيبي، في مثل اسمه إذا عرف السبب بطل العجب. فنحن مشكلتنا بارتفاع البنج. نحن وقت بصير ارتفاع البنج عنا عبصير عنا فيك دمج اللي هو دمج الوهمي. فأول حل راح أعطيكم إياه اللي هو VPN 4 وحدات، اللي هو هاد. يا اخوان هذا بثبت البنج قدر المستطاع وما بخلي عندكم دمج وهمي. انا شخصيا بستعمل هذا البرنامج. والحل الثاني يا اخوان انك تفصل كل اجهزة البيت موصولين على الانترنت، نعم مثل ما سمعت، او اذا بدك مثلا تلعب بالليل وبتفصل الاجهزة. والحل الثالث يا اخوان انك تشوف لك افضل وقت الناس يكونوا مسكرين، انها الناس يكونوا نايمين، ما حدا فاتح انترنت يعني بمنطقتكم. اذا بتلعب على الراوتر طبعا بهالوقت بكون افضل وقت انك تلعب ببجي موبايل. ما راح يكون في دمج وهمي صدقني، لانه الطريقه هي مجربه من عندي. ما راح يكون في دمج وهمي، اللي راح يكون النت صاروخ، شو يعني كل شيء حرفيا كانه الراوتر بس لك، يعني النت المنطقه كله لك. تقريبا هالوقت بكون تقريبا ببلش من الساعه 2 بالليل للساعة 9 الصبح، ومن الساعة 9 الصبح ببلش ضغط على الانترنت. طبعا الحكي للشرق الاوسط كله، عراق، سوريا، مصر، الاردن بشكل عام، يعني كل الشرق الاوسط. ومن الساعة 9 بالليل للساعة 12 بنصحك ابدا ما تفتح اللعبة حتى، يعني لانه اذا فتحت اللعبة راح تروح تمسحها وتكسر الراوتر وتروح تنام. وهلا خلينا ننتقل على الحل الرابع والاخير يا اخوان. هذا الحل اقسم بالله، بقسم بالله راح ينهي لك مشكلة الدمج الوهمي على الاخر، والبنك راح يصير عندك مثل الصاروخ. انك تجيب هالقطعة، نعم راح تجيب هالقطعة وسعرها تقريبا مشكل، يعني في $20 $30 $40 وفي $50 وممكن تلاقي $10 يعني، فجدا رخيصة. راح اشرح لكم شو بتسوي هالقطعة بالتفصيل. يا اخوان هاي القطعة كأنه انت عندك الراوتر بالجوال، يعني الراوتر بالجوال محطوط بالجوال. شلون وليش؟ في من خلف الراوتر، اذا بتلاحظ عندك هلا بتقوم بتشوف الراوتر في هيك 4 مربعات فاضيين، تمام مثل هذول، وفي كابل بنوصل فيهم للقطعة، ماشي. فشو بصير هون؟ بنوصل يعني الروتر كأنه بصير عندك بالجوال، البينج بصير ثابت حرفيا. يعني عند مثلا انت ساحب سرعة من الشركة، سرعة 50 ميجا بالثانية مثلا، بيعطيك السرعة 50 ميجا ثابتين. يعني البينج صير صاروخ، ثبات، قوة، يعني حرفيا كل شيء. وفي منها هالقطعة منها فيها كابل شبكة، وبنفس الوقت فيها للسماعات، وبنفس الوقت في منها للشاحن، يعني 3 بواحد. بتوصل على الايباد او على الجوال وانسى يا معلم، خلص عود العاب وانسى. وبتجيب مروحة جيمنج على خالص معلم، تصير ستريمر، خلص روح افتح بث مباشرة ومبروك عليك. ومن هيك نكون وصلنا لنهاية المقطع. بتمنى تحطوا لايك واشتراك. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بشوفكم مقطع جاي. سلام.